السلام عليكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. انا هنعمل النهارده معاكم فيديو كده صغير. ازاي تعملي العيش الشامي في البيت. سهل جدا وبسيط زي ما انتم شايفين كده، قابب معاكي مش هيلزق، من غير ما يتحرق، بمكونات سهله وبسيطه وفي كل بيت. هنشوفوا مع بعض المقادير مع بعضينا، وهيشوف يتعمل ازاي في الطاسه مش في الفرن. ومش هياخد معاكي وقت خالص. انا هنا جايبه نص كيلو دقيق، وهنضيف عليه حبة إضافات موجودة في كل بيت. معلقة لبن بودر، لو ما عندكيش مفيش مشكلة. معلقة سكر برضو كبيرة، وكمان معلقة خميرة فورية كبيرة. لو ما عندكيش خميرة فورية يبقى الخميرة بتاعة الأفران العادية، قد مثلا قطعة عين الجمل كده. معايا كمان نص معلقة ملح، نص معلقة صغيرة. ومعايا ربع كوباية زيت. كوباية زيت بيخلي العجينة طرية معاكي متلزقش وبتبقى سهلة جدا. كمان المية، معايا مية دافية زي دمعة العين كده. هتاخد النص كيلو، هياخد بالظبط كوباية ونص. احنا هنضيف الاول كوباية، وبعدين واحدة واحدة هنشوف هيحتاج معانا مية قد ايه. هنقلبه الاول كده بالمعلقة وبايدينا او سباتشولا اي حاجة، وبعدين هتحطيها في العجين. لو عندك، ما عندكيش يبقى بايديكي، مفيش اي مشكلة. هنشغل العجان كده وهنشوف هيحتاج معانا ميه قد ايه. هو هيحتاج الكوبايه ونص كلها. هنضيفهم شويه شويه برضو، ما نستعجلش علشان العجينه تطلع مظبوطه، ما تحتاجش معانا دقيق. يعني زي ما انتم شايفين كده، هنطريها بايدينا شويه، وبعدين هندهن اي بوله او اي بلاستيكه كده عندك بالزيت، عشان برضو العجينه لما تخمر تطلع معاكي بسهوله من غير ما تلزق معاكي. وهتحطي عليها كيسة، هتحطي عليها غطا، هتحطي عليها فوطة، اللي موجود عندك. انا حطيت هنا سكوتش كده، وعليها فوطة كمان، وهنحطها في مكان دافي لمدة نص ساعة. لو كان الجو ساقع زي الأيام دي يبقى لمدة ساعة. زي ما انتم شايفين كده خمرت معايا. هنطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. هتطلعيها من البولة بتاعتك وتفرديها كده، تبرميها معاكي عشان تعرفي تقسمي بمقادير مظبوطة. هنقطع كده النص كيلو، هيطلع حوالي 11 12 رغيف. بس كبير يعني مشبع، مش زي العيش اللي احنا بناخدوه من الافران الصغير ده اللي ما بيقضيش اي حاجة. لا، مشبع وكبير جدا. يعني هتاكلي رغيف هتحسي انك اكله رغيفين من بتاع السوق. زي ما انتم شايفين كده بتفرديه حوالي نص سنتي. تفرد معاكي في منتهى السهولة. هنفرد الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها على ملاية. زي ما انتم شايفين كده ملاية نضيفة، وتغطيه شوية قد ربع ساعة او 10 دقايق. هتبصي تلاقيه زي ما انتم شايفين خمر معايا. آه وبقى يعني يا دوبك دلوقتي هيتحط على النار. انا عندي طاسه كده محروقه، مش بعمل فيها حاجه، بس مخلياها يعني للخبز والعجين والحاجات دي. هنحط اول رغيف كده. اول ما يتشمع معاكي هتقلبيه على الناحيه التانية زي ما انت شايفه كده، مياخدش وقت. المهم الطاسه تبقى يعني سخنه كويس. اول ما هيترفع معاكي كده شويه شويه هتبصي تلاقيه اترفع معاكي. اهم حاجه ما تبقاش العجينه مخرومه عشان ما يطلعش منها البخار، ويتفرد معاكي ويعلى معاكي. زي ما انت شايفه كده بيعلى شويه شويه. اول ما يعلى معاكي ممكن تقلبيه قلبه تانية. هنشوفه مع بعض. شايفين على ازاي؟ اهم حاجه تقلبيه بشويش عشان ما يتخرمش منك وما يطلعش الهواء. زي ما انتوا شايفين كده طلعاه لونه جميل، زي بالظبط بتاع الافران بره. هنا واحد تاني برضو. مش هطول عليكم، زي ما قلت لكم بتحطوا العجينه تتشمع كده يعني مده نص دقيقه، وتقلبيها. وبعدين زي ما انتم شايفين كده بتحمر، رح تقلبيها تاني في منتهى السهوله، ما بياخدش وقت وما بيسخنلكيش بقى الفرن. لو انتي في الصيف ما بياخدش وقت خالص.
واحد ورا التاني تبصي تلاقي الكميات عملت معاكي. الرغيف مشبع جدا وكبير زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما تقدرش تكملي الرغيف على بعضه، مفروض كده. وبصي العجينة من جوه بيضة وجميلة وطرية، طبعا احلى من بره بكتير. وانتي ضامنة عمايل ايديكي ونظافة بيتك ونظافة ايديكي. شايفين العجينة من جوه جميلة ازاي؟ في منتهى الجمال، يتاكل حاف زي ما انتوا شايفين كده، طري في منتهى الجمال. سهل جدا مياخدش وقت. يا ريت اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمة بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم.